أولا احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث كان قبل قيام الاتحاد، ولو بنرجع لما قبل قيام الاتحاد بنشوف أن الدوحة كانت تابعة لأبو ظبي، أي أن الدوحة وقطر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإماراتية التي سلبت من قطاع طرق. ثانيا احتلت إيران الجزر الإماراتية الثلاث بعد مقاومة من رجال كانوا موجودين هناك، عسكر عددهم قليل جدا، استشهد منهم الشهيد سالم السهيل اللي هو أول شهيد إماراتي. الشهيد تم قتله لأنه رفض يرفع علم إيران في الجزيرة. لكن أنتوا وين كنتوا لما صبحكم زايد الأول على ظهر رمدان؟ شردتوا وخليتوا الدوحة في حالها. ثالثا بعد الاحتلال أسس الشيخ زايد رحمة الله عليه جيش يحسب له 1000 حساب اليوم في المنطقة بما فيها إيران. مو بنتوا يوم صكينا عنكم الحدود رحتوا جبتوا بقر من برع وجبتوا جيوش أجنبية تحمي أراضيكم وتحمي أعراضكم، وفوق هذا وزير ثقافتكم يتبارك بقبر الخميني من أسبوعين. نحن في الإمارات متخذين من الحل الدبلوماسي أو السياسي كوسيلة لاسترجاع الجزر، لكن بتقول لي ليش ما تدخل عليهم عسكريا؟ أنا راح أقول لك ليش. لأن أنا عندي مكتسبات 46 سنة، أنت عشان تحقق هذه المكتسبات تحتاج 200 سنة ضوئية قدام. وثانيا لأن نحن في ظهورنا خونة اللي هم أنتم. تقول لي لا نحن مش خونة ومش عملاء لإيران، بقول لك أوكي، هل أنت مستعد أنك تدخل حرب؟ لأن في حال دخول حرب أي دولة خليجية ضد إيران مباشرة كل دول المنطقة راح تتأثر وراح تضطر أنت تحمل سلاح. أنت فيك حيل أصلا تحمل سلاح. خامسا وأخيرا أن الإمارات مش الدولة الوحيدة اللي عندها جزر محتلة، حتى اليابان عندها جزر محتلة وغيرها من الدول، لكن في مثل هذه الحالات تبين القيادة في مثل هذه الدول. شو اللي ممكن تصنعه في الأزمات؟ أنتم في أزمتكم الحالية أقصى ما فعلته القيادة عندكم يابولكم بقر وشربوكم حليب حمير، فاسكت.